الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة معانا صينية البطاطس اللي بالخضار الجميلة الرهيبة دي. معانا بصل وبطاطس شرايح، وطبعا وجزر، وكله مقطعينه طبعا طرنشات طرنشات. طبعا زي ما انتم شايفين كده نزلنا عليها بالكزبرة والملح والفلفل الأسود وكل التتبيلة الجميلة دي. وطبعا كل هنقلبهم مع بعض ونروح نشوف معانا طبعا الفرخة الجبارة بتاعتنا النهاردة بالتتبيلة الرهيبة. طبعا معايا بصلة كده، بصلة حلوة، وطبعا عليها طبعا قرن فلفل جميل كده، وكزبرة مطحونة وفلفل أسود وملح. وطبعا هنحط بابريكا. فكل المكونات دي وهنعملهم مع بعض. انا كده عايزة اشوي الفراخ طبعا شوي، مش عايزة فيه اي نوع من انواع الزيوت او الدهون. كده انا هحطها كده على الناشف، لان الفرخة نفسها طبعا بتنزل بهارات طبعا، وبتنزل الدهون بتاعتها وجميلة جدا جدا. كده انا معايا طبعا الفرخة الجميلة بتاعتي. هحطها طبعا على هنزل عليها بالتتبيلة الجميلة بتاعتها دي، وهشرب كل التتبيلة بتاعتها كده، وعليها ليمون طبعا، وهرش رشة ليمون عليها بس كده. وهننزل عليها طبعا ليمون بره وجوه، وهنحط على التتبيلة طبعا. وبعد كده هننزل عليها بالبهارات بتاعتنا دي، وهنتبلها كويس. وكنت غسلها ونقعها طبعا بالخل والليمون والملح والدقيق وكل الحاجات دي. بس كده هنشيل طبعا البذر بتاع اللي هنصفيه طبعا من البذر بتاعه من الليمون، وهننزل عليها بالتتبيلة. تبلتها وهحطها طبعا على على صينية البطاطس بتاعتنا، اللي هي صينية البطاطس والخضار بتاعتها. بس كده. بس انا سبتها بعد التتبيلة كده مدة نص ساعة او ساعة. لو عايزة تتبيلها تتبيلها من بالليل، واسيبيها في التتبيلة عشان تتشرب من بالليل. طبعا كده كل الحاجات بتاعتنا الجميلة دي، وهننزل عليها بصينية البطاطس. هنحطها على صينية البطاطس، وهنديها كده تكاية بسيطة كده على النار يا جماعة. معلش هنحطها على النار، هنخلوها طبعا يعني كده تغلي شوية على النار بصينية البطاطس بتاعتها، من غير أي طبعا دهون. وهوطي على النار خالص. وبعد كده هحطها فين؟ هحطها طبعا على الفرن بتاعتي واشويها. هتبقى طبعا احلى صينية بطاطس، بجد صينية بطاطس جميلة جدا جدا، بكل البهاريز بتاعت الفرخة وكل طبعا البهارات بتاعت الفرخة هتنزل عليها. هتبقى طعمها رهيب 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 رهيب. طبعا لو معايا لحد دلوقتي وما دوستش لايك، يا ريت طبعا تدوس لايك وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناة. آه طبعا وحشتوني وحشتوني كل جمهوري كل مشاهديني. طبعا ربنا يبارك فيكم، ربنا يخليكم ليا. طبعا انتوا احلى مشاهدين واحلى متابعين ليا. شكرا ليكم. يا ريت ما تنسوش اللايك، وما تنسوش الاشتراك في القناة. وما تنسوناش بالتعليقات الجميلة بتاعتكم. انا والله بشكركم فعلا بكل تعليقاتكم الجميلة بتاعتكم، اللي هي صراحة فعلا بتفرحني وبتسعدني جدا. بشكركم كلكم. طبعا أي مشاهد ليا بيشوفني بشكره وبقول له ربنا يكرمك ويسعدك ويسعدكم كلكم يا رب ويخليكم كلكم. كده انا حطيت طبعا الكزبره تاني. بحب طبعا لما اجي اتبل الحاجه بتبلها بضمير. حطيت التتبيله، وحطيت معلش يا جماعه حطيت البابريكا تاني من بره علشان يديها لون. وحطيت طبعا كل ده كلها ندعك كويس جدا جدا في الفرخة. وبعد كده يا جماعة هننزل عليها بصينية البطاطس بتاعتي. ومعايا كده شوية رز حلوين كده، معايا كيلو من الرز المصري بتاعي. وبعد كده هغسله وهنحمر نصه، ونخلي النص التاني ابيض. هنخلي طبعا الرز طبعا المفلفل نصه احمر ونصه ابيض. كده الفرخه بتاعتي استوت وخلاص. انا كده ما حطيتش طماطم خالص نهائي يا جماعه. كده انا مش معتمده غير على البهارات والتتبيله والبطاطس والجزر والبصل، بس مفيش اي حاجه تاني. انا معايا كده زي ما قلت لكم الرز هحمر نصه وهحط نصه طبعا كده. وطبعا معايا شوربة نضيف عليه الشوربة.
معكيش شوربة، حطي مية مغلية وعليها مكعب مرق دجاج، هتبقى زي الفل، وهيبقى معاكي رز زي العسل. بس كده، بس كده يا ام ادم. نروح يا ست الكل ونشوف طبعا صينيتنا الجبارة الجميلة بتاعتنا. وهي طبعا ايه قبل ما احطها ايه على على الفرن او اشويها. طبعا لازم نشويها يا جماعة، علشان طبعا لونها وجمالها بعد ما بتستوي بتبقى طعمها عاملة زي الديك الرومي طبعا المنفوش الجميل ده. طبعا الفرخة كانت ما شاء الله طبعا كده كبيرة، فكانت حلوة كده ومالية مركزها اهو. زي ما انتوا شايفين كده انا موطية النار خالص خالص خالص، ومسيباها كده على البخار وهي تستوي. بصوا كده، وكنت مغطياها بس انا علشان تشوفوها. سبتها كده براحتها بتستوي براحتها، على نار هادية خالص، ومطية عليها ومغطية عليها. بعد كده ما تاخد لها نص ساعة كده على النار زي ما انتوا شايفين، هروح ادخلها في الفرن بسرعة، واخليها طبعا ايه تحمر وتستوي براحتها خالص خالص خالص. طبعا لازم تطولي بالك عليها علشان تديك النتيجة الجميلة بتاعتك. كده الرز بتاعي استوى، بس كان فيه طبعا اللي من فوق ده انا بقلبه من فوق لتحت علشان يستوي، لو كان في حباية مش مستوية تستوي معاكي كويس. اما بقى صينية الفراخ دي جميلة، تستاهل بقكم، يا ريتكم كنتوا معايا. شايفين الجمال وشايفين الحلاوة. الله 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 الله، يا ريتكم كنتوا معايا يا جماعة. يعني مش عايزة اقول لكم على طعمها، وطبعا ريحتها كانت قلب الشقة. والله طعم خطير 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 وخرافة. يا ريت تجربوها، ويا ريت تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. وطبعا تعالوا اتفضلوا عندنا. مش هقدر اقول غير يعني يا ريت يا ريت تجربوها فعلا. صينية البطاطس بالجزر بالبصل خطيرة 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 من غير أي دمعة والله يا جماعة. أهو زي ما انتوا شايفين مفيش أي حاجة فيها. والرز بتاعنا المحمر الجميل ده والسلطة طبعا. يا ريت طبعا تكونوا استفدتوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.